مساء الخير يا جماعة، أهلا وسهلا بيكم في لايف جديد على البيج بتاعتي الرسمية، مش الأكاونت الشخصي. النهاردة الحقيقة أنا في كامل سعادتي. ليه بقى؟ لأن عندي تركيبات في البيت، والحقيقة أنه الناس يعني شغالين على قدم وساق زي ما بيقولوا، بيحاولوا ينجزوا على قد ما يقدروا. بس الحقيقة انه الحاجات تقريبا ما بتخلصش. يعني احنا كل ما بنفتكر ان في حاجة خلصت بنلاقي حاجة تانية ضربت. يعني بمعنى ان على رأي الفنان الجميل اللي احنا بنموت فيه كلنا، اظبط الجاكيتة البنطلون يضرب، اظبط البنطلون الجاكيتة تضرب، وهكذا. فاحنا النهارده بنركب أوضة من ضمن الأوض اللي في البيت عندي. والحقيقة انه الشباب كلهم بتوع حامد البسيوني احلى شباب في دمياط واشطر ناس في دمياط عندنا النهارده منورنا وبيركبوا لنا الأوضة. طبعا معانا الاستاذ بسام هيطلع لكم كمان شويه، بس هو مزنوق جوه الدولاب غالبا بيعمل حاجه. لا ايديك كويسه ولا ايه؟ بس تمام. عايزه اوريكم بس حاجه. استاذ بسام مساء الخير، عامل ايه؟ كله كويس؟ ايدك عامله ايه يا جماعه؟ بسام بيحب يشتغل بايديه في كل حاجه الحقيقه، وللاسف انه ايده اتحشرت جوه الدولاب وهو بيركب الجنب بتاعه. والحقيقه كلنا لازم نحيي الاستاذ بسام على مجهوداته القصوى واستعجاله للاوردر سريعا. بصراحه الاوردر جاي هايل، والناس كلها بصراحه بتشتغل كلها على قد ما تقدر. يعني الدنيا حر جدا زي ما انتم شايفين كده، وفي صوت شنيور جميل كده. تعالوا نبص على الشنيور الجميل. لحظه. ده في ناس متعلقه تحت الشباك تقريبا بيعملوا حاجه. مضطرين بس نقفل ده علشان ما يجيش اي حاجه جوه من الحاجات اللي بيعملوها دي. واصلا الاوضه خلاص مش ناقصه. احنا دلوقتي محتارين الحقيقه نركب الدولابين فين، ان في دولاب صغير كده ودولاب صغير كده عاملينه. في حاجه صح لسه بسام كان بيقول لي عليها. احنا الحقيقه علشان مقاسات الاوضه دي رزله شويه تايني لحد ما، يعني او هي مش تايني بس احنا حاطين فيها حاجات كتير الحقيقه قوي، نظرا لان بنحتاج دواليب اكتر للحاجات. فاحنا عملوا لنا مقاسات مخصوصه للكومودينو بتاع الاوضه. انا هوريه لكم دلوقتي. بصوا، يعني عادة الكومودينو بيبقى 60 مثلا، ده معمول 40 مخصوص علشان يفت مع مساحة الأوضة. وبصراحة الكواليتي والتشطيب عندهم حلو جدا جدا. بما اننا اليومين دول بنشطب، فالحقيقة ان ناس كتير قوي يعني عمالة تبعت لي أسئلة عن حاجات. بتقول ايه يا بوجي؟ بص معلش، احب قوي الناس اللي تبقى بتشتغل في مكان وبتستعرض، يعني بتعرضها علينا كده وبيورونا كل امكانيات. تعالى يا بسام ثانيه، عشان بسام عايز فيديو لوحده والله على اللحظه دي، لانه جه وقفني كده. لحظه بس هشرح للناس لحظه واحده. ما الله، لقيته دلوقتي جاي بيقول لي معلش بس في حاجه. افتكرت قلت في كارثه يا جماعه، في كارثه. لقيته جاي بيقول لي الدرج ده فيه سوفت. رحت بصله قوي كده، اقول له عايزه اقول له سوفت ايه؟ ما مش فاهمه. تعالى بقى نشرح للناس السوفت، بما انك عمال تقاطعني وانا مش عارفه اتكلم مع جمهوري الحبيب. اتفضل، اقلب الكاميرا، اتفضل ادخل. لحظه واحده، اتفضل يا استاذ بسام، اتفضل. السوفت كلوز بيبقى بيحتاج مقاسات معينه في الادراج. ايوه، يعني لو الدرج اصغر من كده ما ينفعش يركب فيه سوفت كلوز. هو ده بس. اوكي يا بس السلام كده. زي اسمه ايه كده اهو الجون بتاع كاس العالم كده. استاذ مجدي عبد الغني كده. الله. فده يا جماعه السوفت كلوز اللي الاستاذ بسام بيقول عليه. فيعني اتمنى تكونوا عرفتوا ايه السوفت كلوز. وبنشكر استاذ بسام من معرض استاذ باشمهندس حامد البسيوني، بنشكره جدا جدا على المجهودات الفظيعه بتاعته دي. واستنوا يا جماعه، احنا النهارده عندنا لايفات كتيره قوي قوي قوي. استنوا معانا، ده عندنا ليله النهارده هنقعد على الانترنت. واي تسليمه هتتاخر، انا بحذر كل الناس اللي بيسلموني حاجات النهارده، ال5 دقايق هشرط بيها على الفيسبوك عادي. اللي هيتاخر عليا في تسليمه 5 دقايق فقط
مش هقبل بيهم. استاذه نعم. انا خلصت على فكره. انت خلصت؟ طب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا جماعه، مضطره اسيبكم دلوقتي، هرجع لكم في لايف تاني. خليكم معانا على البيج عشان يجي لكم نوتيفيكيشنز اول ما ادخل لايف، هيجي لكم على طول النوتيفيكيشن علشان تتفرجوا معانا على لايفات النهارده. وعندنا يوم طويل مع بعض، استنوني. باي.